بدق من برا، دق اولاده ولا اخوان يقولوا تكفى يا شيخ، كان جاني اخوه ويحب راسي لا تفتح الباب. ليش؟ فترى انه هذا يدق يقول يا شيخ فك الباب لا اكسره، انا ولده الكبير. فقلت يا اخوان ما يصير، ولده الكبير لازم اولى انه يشوف ابوه. قالوا يا شيخ تكفى لا تفك الباب. قلت لا يسوي لي مشكله، ويدق هذاك خلاص قريب يكسر الباب. فكيت الباب، كلهم لابسين ثياب، انا لابس ثياب الغسل، دفني كده وجاء على ابوه هو على دكة الغسل مغطى كده وكشف وجهه ومعبي تفلانة في فمه. تخيلوا هذا المنظر، تخيلوا هذا المنظر، تخيلوا هذا العقوق. أبوي في حالة الآن في حاجة لي، أدعي له، أقوم أخش أتفل على وجهه. إيش سوى؟ مهما بلغ من أعمال لأبي ما تديني الجراءة إني أسوي له هذا العمل للدرجة هذه. أبوي هذا نسيت كل وجهه ملطخ بالتفلان، ما قدرت اتحمل، رحت ورا البترة وقلت للطلاب كملوا غسيل. قلنا لك يا شيخ لا تفك الباب، ما دريت ولده الكبير، ما دريت ايش اللي قلنا لك، هذا اخونا. ما بعد ما غلقوا من الدفن، وهذه غلطة الاب. شوفوا ايش القصة يعني، شوفوا ايش الشاهد، شوفوا ايش الشاهد. بس مهما كان ابنائي احبتي يا اخواني، مهما بلغ عقوق الوالدين ربنا يعجل في العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وأديكم مثال أقوى، دعاء الوالدين. أتحدى، أنا كل كلامي بالتحدي، أتحدى في دعاء الوالدين تلاقي له علاج في الدنيا. إيش دليلك يا شيخ؟ إيش دليلك إنه دعاء الوالدين ما له علاج في الدنيا؟ الدليل يخرج معايا واحد الآن وأوريكم أنا الدليل. أخي حي السلامة عمره 50 سنة متمثل في الشارع، خسرت عليه ملفه قد كده، جلست في شهر في الطائف 9 سنوات، وديته في دولة آسيا جلس 10 سنين تعالج فيه. بسبب إيه؟ بسبب أمي دعت عليه. أمي دعت عليه من شقاوته، وأمي ماتت قهر عليه. لما عرفت السبب ماتت قهر عليها. أنا دفنتها بيدي في مقبرة الرويس، ما تتقهر عليها لما عرفت إنه هي السبب في الدعاء. أخوي مجنون الآن، حالة نفسية ما في يعني ما في طب إلا ما خليته، ملفه قد كده، ماشي في الشارع ومعروف في المنطقة هذه ما حد يعدي إلا يآذي. أخذوا عليه. دعاء الوالدين ما له علاج، ما له علاج. أسأل الله لي ولكم الحسن. إيش السبب؟ سبب زوجة الابن هذا، زوجة الابن هذا الرجل الله يجزيه خير، الأب ربنا فتح عليه فبنى عمارة 4 أدوار، سكن أولاده كله وبناتهم، جابهم ولا مسكنهم مجانا، كهرباء كل شيء مجانا، وجاب الولد الكبير سكنه عنده تحت جنبه، واشتغلته زوجته. الأب مسكين والأم كبيرة في السن والأب كبير، يجي عند ولده مرة ولده سوي لنا فطور، سوي لنا شاهي. عندي أصحابي بيسوي لنا شيء في السطوح، بيسوي أرض، بيسوي. الأم تعالي يا بنتي سوي لي شعري، سوي لي مدري لبسيني، سوي لي. ذبحت كل ما جاء من العمل استقبلته أمك أبوك أمك أبوك، كره الأم والأب كره، عبته في دماغه. فإيش سوى؟ قال راح شال زوجته وراح سكن برا، سكن برا البيت. الأب هذا حزن، عزوتي ولد الكبير يسيبني عشان يسمع كلام زوجته، عشان فطور ولا عشان شاهي ولا عشان شيء. فجمع أولاده. هذه غلطة الأب، هذه غلطة الأب. جمع أولاده، تعالوا يا أولاد، لا وارث لموروث، هذا بيع، عقد بيع هدية. المبنى العمارة هذه لزيد
والمؤسسة لعبيد، والأرض اللي في المدينة لحصة، والفلان فلان وزع تركته، ما كتب للولد ولا شيء، ولا شيء ما كتب له. فكانت هذا عبت الحقد فيه لغاية للدرجة هذه، عبت فيه الحقد